حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. ده كحك العيد، تعالوا سوا نعمل كحك العيد بمنتهى الصراحة، ونديكي مقادير مظبوطة تمشي عليها خطوة بخطوة عشان الكحكاية تطلع معاكي بالملمس ده والنعومة دي، والعجمية بتاعتها او الملبن بتاعها ما يطلعش بره، وتبقى بالنعومة والجمال اللي انت شايفاه قدامك ده. مقادير مظبوطة هتاخديها وتعتمديها طول الوقت معاكي بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، وتعالوا نصلي على الرسول ونخش على المقادير على طول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بعمل كمية ل5 كيلو يا جماعة، بس انا هديكي المقدار بتاع كيلو، او المعيار بتاع كيلو، او المقادير بتاع كيلو. هديك المقادير بتاع كيلو واحد وانت تمشي عليه. انا حطيت هنا لكيلو الدقيق 550 جرام سمنة، وبلاش الزبدة. هتيجي تقولي احط زبدة مع سمنة، هقولك لا، الزبدة مش هتنفع في الكحك، لان الزبدة فيها مادة سايلة فما تنفعش في الكحك. خليكي دايما في السمنة في الكحك، هيديكي نتيجة ممتازة بإذن الله. الكيلو دقيق له 550 جرام سمنة. عايزة تحطيهم سمنة نباتي كله حطيه، عايزة تشيلي 150 جرام زي ما انا عملت كده وتحطها سمنة بلدي برضو حطيها. السمنة البلدي هتديكي طعم خطير جدا في الكحك بتاعك. ونصيحة مني، بلاش الروايح بتاع السمنة البلدي خالص نهائيا في الكحك، ولا في بيتوفور ولا في بسكوت ولا في غريبة ولا في اي حاجة. لو هتحطي حتى ربع الكمية سمنة بلدي، تكون اضمن ليكي مليون مرة من السمنة التانية. كده وصلنا للسمنة، وحمرنا معلقتين السمسم بتاعنا وضفناهم في العجان. وتبسي العجين بس جامد قوي، تبسيه قوي بايدك كده. انت لو عملتي كيلو بالراحة خالص وسيبيه لما يبرد وبعدين بسيه براحتك. هنيجي بقى للخميرة بتاعتنا. الكيلو دقيق له ربع كوباية مية، ركزي معايا في الحتة دي. الكيلو دقيق له ربع كوباية مية، وله نص معلقة خميرة ما تكونش مليانة قوي، علشان انت هتنقوشي فيه وهتاخدي وقت فما يخمرش منك قوي في الفرن. وهنحط له ريح الموز، او عايزة تجيبي ريح الكحك من عند العطار براحتك، بس انا دايما بحب ريح الموز في الكحك. هتحطي كمية قد ايه؟ الغطا الصغير بتاع الازازة الصغننة دي هتحطي منه غطيتين، هتحطي منه 2، او هتحطي منه معلقة من بتاع الاكل الكبير في ربع كوباية المية. وهتدوبي فيهم 3 معالق سكر. الكيلو الدقيق له 3 معالق سكر، معلقة كبيرة ريح الموز. بقولك المقادير مرة تانية عشان تمشي على الخطوات. معلقة كبيرة ريح الموز، اللهم صل على النبي محمد. نص معلقة خميرة ما تكونش مليانة قوي، وكوباية لبن حليب. دي مقدار الكيلو دقيق يا جماعة. هتعجنيه ويطلع معاكي بالملمس والشكل ده. هتكوري العجينة وتشوفيها، لو شققت منك هتحطي لها كمان بق لبن زيادة. ما شققتش منك وطلعت معاكي بالنتيجة دي، اصل الدقيق بيختلف عن بعضه، فتبقى كده انت ماشية تمام. تمام كده تمام. بس هي كوباية اللبن ان شاء الله بتديكي 200 جرام على الميزان، فهتعجن معاكي كيلو دقيق، وهتبقى المقادير بتاعتك كده كويسة جدا. وهتنقشيه بنفس النقشة دي. لو عندك بصامة هتعمليه بالبصامة، ويطلع معاكي بأحلى نتيجة ان شاء الله على درجة حرارة وسط. الكحك بتاعنا بنحطه على درجة حرارة وسط، وإيدك تدير في الصاجة، واللي فوق تحت واللي تحت فوق، لغاية ما توصلي للنتيجة النهائية بالشكل ده. وبألف هنا وصحة على قلوبكم يا رب. ربنا يجعله عيد سعيد عليكم. ولو عجبك الفيديو بتاعي حط لايك واشتراك للقناة وفعلي لي زر الجرس عشان أكبر بكم إن شاء الله. مع السلامة في فيديو جديد. مع السلامة، باي.